السلام عليكم. اذا كاين اللي طلب مني نعاود نعطيه الوصفه ديال الحوته. ندير حوته معمره بلا فيرميسيل والخضره. اذا انا شرملتها هي الاوليه، هي الثومه، التوابل اللي درت فيها الملحه، اليازير، الزعتر والقصيد ناموس مطحونه وشويه ديال العسيبولات والبزار والحامض وزيت العود. عندي هنا لا فيرميسيل غندير لها نفس الشرموله، نفس اللي شرملت به الحوت غنديرو هنا، وغنزيد الحامض وشويه ديال صوص الصوجه وزيت العود. اذا انايا من بعد ما عمرتها، وملاحظه انا غنطيبها غير في البوطه، ما ندخلهاش الفران، دونك حتى طيب. اذا بغيت نبرونزيها غندخلها للفران تبرونزا من الفوق، اما طيب غنطيبها غير فوق البوطه، حيت كاين اللي يقول لك الحق انا ما عنديش فران ومحداياش فران الزنقه. غطيب غير فوق البوطه ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. نتمنى تعجبكم. صحه وراحه. هانتو البوطه على انا غطيتها بالبابي كويسون، من بعد غندير عليها الومنيوم. كنحاول نقدم لكم وصفات سهله في متناول الجميع وبسيطه وبالبساطه ديالتها فاخره ان شاء الله. وهنا غنرافقهم بسان بيير مع لاصوص بلونش ولي شامبينيون. صحه وراحه. حتى هما غادي نشرملهم بشويه الملحه، بزار، ثومه والحامض وزيت العود، ومن بعد كنخوي عليهم لا كريم فريش ملي كيطيبوا، كنخوي عليهم